السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة محمية الطور المصرية، وفيديو جديد كالعادة. تقرير مختصر يا جماعة عن اللي حصل في سوق الجمعة النهاردة بالتفصيل الممل. يعني النهاردة هنقول لك ايه اللي حصل في سوق الجمعة بالتفصيل. طبعا النهاردة التقرير ده يا جماعة من اميز وافضل التقارير. التقرير ده تقرير رائع، يسمى كده بعنوان التقرير الرائع. تمام. النهارده كان الحاجات اللي احنا قلناها كلها في تقرير الخميس او اخبار اللم اللي بنزلها في فيديو الخميس كان عليها لما النهارده بالفعل، وحصل حاجات كويسه جدا تدل ان الهوايه الفتره اللي جايه هيكون ان شاء الله لها مستقبل كويس. ناس كتير بتسال وبنقول في كل الفيديوهات ان شاء الله يا جماعه قلنا اللي جاي افضل باذن الله، وقلنا اكتر من كذا فيديو ان اللي جاي افضل بالنسبه للهوايه ان شاء الله. طبعا النهارده الجمعه كان في لم كويس جدا على جميع انواع الطيور، وطبعا احنا قلنا فيديوهات كتير، وقلنا برضو بنأكد على المعلومه عفوا لو احنا بس بنطول في الكلام او ان احنا بنأكد على الحاجات اللي احنا بنقولها قبل كده، لان في ناس كتير بتبقى اول مره تشوفنا على اليوتيوب. واحب اذكرك كده في مقدمه الفيديو، لو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناه وتفعل زر الجرس فضلا وليس امرا عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. طبعا يا جماعه النهارده كان حاله السوق كانت كويسه جدا وكالمعتاد، ونسبه التجار كانت اللي هي بتلم وبتصدر. ملناش دعوه بالتجار اللي هي قاعده في السوق على طول. يعني في تجار قاعده في السوق على طول بتلم وتبيع برضه للهواة والمربين اللي هم في السوق. يعني في تجار بتلم وتصدر، وتجار بتلم من المربين وتبيع برضه تاني في السوق. النهارده كانت نسبة التجار اللي هي بتلم في سوق الجمعة أكتر بكتير من الجمعة الماضية، أو أكتر بكتير من سوق الحد. طبعا النهارده نسبة التجار اللي بتلم وتصدر كتير، معنى كده إن إحنا برضو معانا طلبية شغالة كويسة جدا. وإحنا قلنا في ده وقلنا ده في فيديو قبل كده، وقلنا لما تواصلنا مع أخونا الفضل أبو عمار وحطينا تسجيل الصوت أو الرسالة اللي إحنا مسجلينها في الفيديو بتاع الخميس، اللي ما سمعش يخش يسمعها. طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون، يعني الفتره اللي جايه هيكون افضل بالنسبه للمربين اللي هي بتربي الكوكتيل، وده خبر كويس جدا للناس اللي هي ما صفتش في الفتره اللي كان فيها الحبوب مرتفعه، او صفت الطول كلها وسابت نسبه يعني نسبه برضو ان هي تشتغل ما فيها، او ان هي ما تخرجش من جو الهوايه. فده ان شاء الله هيكون في عائد ربح او عائد مادي الفتره اللي جايه بالنسبه لطائر الكوكتيل. طبعا الكوكتيل النهارده يا جماعه ما كانش متواجد، يعني ما كانش متواجد بشكل كبير النهارده، وده ما احنا قلناه في اكتر من كذا فيديو ان الطيور يا جماعه بدات تقل بالفعل. يعني النهارده في ارتفاع في اسعار العصافير واختفاء في اسعار العصافير، الحالتين دول. طبعا كنا بنقول في تقارير قبل كده ان بيكون في اختفاء في العصافير، ولكن ما بيكونش في ارتفاع في انواع العصافير، او يكونش في ارتفاع في اسعارها. بالفعل الجمعة دي في اختفاء في الاسعار وفي ارتفاع في الاسعار. يعني النهارده لما تاجر يقول لك انا عاوز الكوكتيل ده منك على 750 جنيه، مقارنة. طبعا مش كل التجار زي بعضها، في تجار بتبخس الاسعار. يعني ممكن يبقى في تاجر بيلم ب 750، هو نفس التاجر يروح لمربي تاني يقول له 650، يقول له 700 725. فده البيع والشراء ده يا جماعه هو فن، هو عايز يكسب، والمربي برضه لازم يكسب. طبعا احنا بنقول ان التاجر اللي بيصدر ربنا يرزقه طبعا، وهو عشان يفضل احنا شغالين. احنا لولا التاجر اللي بيصدر، يعني لولا التاجر اللي بيصدر ده احنا مش هنربي طيور، او هتبقى التربيه على قد المزاج، مش هيكون في تصدير ولا يكون في عائد ربح او عائد مادي، كنت شغاله هدايات. يعني كمثال انت بتربي وانا بربي، هنهدي بعض بالطيور، اما مش هيكون في بيع وشراء زي بالنسبه للتصدير. هيكون في هوايه ولكن هيكون مش هتكون الاسعار هي دي. طبعا التاجر اللي بيصدر بيسحب الطيور وبيصدرها، فهو لازم يكسب. والمربي برضو اللي هو بيربي وبيشتري اكل وبيشتري فيتامينات وبيشتري ادويه وبيشتري كل حاجه للطيور عشان ينتج منها، لازم برضه هو كمان يكسب عشان خاطر يفضل مكمل في الهوايه. والتاجر اللي بيصدر لازم يكسب عشان خاطر يفضل مكمل في التصدير. فاحنا بنقول هو يكسب، ولكن ما يجيش على المربي. في تجار الا ما رحب ربه، في تجار كويسه وفي تجار بتبخس اسعار الطيور او بتبخس اسعار الطيور للناس. يعني بالفعل انا مثلا لما نزلت السوق ابيع مثلا كوكتيل، او نزلت مثلا ابيع روز، طبعا تاجر يقول له مثلا هبيع الروز اللاتيني على 450 جنيه، وتاجر تاني يقول له هاخده منك على 500. هو نفس التاجر، يعني ده تاجر وده تاجر، ولكن هما الاثنين في السوق والاثنين بيلموا ويصدروا. في تاجر عاوز يكسب وفي تاجر برضه عايز يكسب، بس بيكون مرضي باي نسبه قليله. زي مثلا اخونا ابو عمار بيقول لك انا برضى باي حاجه. يعني انا مثلا لما بلم وفي ناس بتيجي من مراكز تانية بعيد عنه خالص يسلموا الطيور بأسعار كويسة وتمشي، هو بيحط ربح أو بيحط حاجة بسيطة ويبدأ إن هو يسلم. في تجار تانية بتبخس الأسعار عشان خاطر تكسب أكتر. يعني في تاجر ده بيكسب 50 ويحسبها لا أنا أكسب 100. طب ما أنا كده بوقع السوق وبدمر الهواية لإخواتي المربين. فالفترة اللي جاية إن شاء الله هيكون الخير، أو الخير قادم إن شاء الله الفترة اللي جاية بالنسبة للناس اللي هي برضو لسه مكمله معانا في الهوايه ولسه محتفظه بجو
الهوايه ان شاء الله السوق النهارده كان من الممتاز، وكان من افضل اسواق الجمعه. طبعا النهارده كانت بعض التجار عاوزه تحاول ان هي تعمل هبوط للاسعار او تنزل في الاسعار عشان خاطر الاسعار ما ترتفعش اكتر من كده، ولكن برضو عدم وجود طيور الكوكتيل او عدم وجود الطيور بشكل عام فده اللي بيخلي الاسعار برضو ما تنزلش بسهوله او تفضل الاسعار في ارتفاع. طب احنا ليه بنتكلم على الكوكتيل؟ وقلنا اكتر من كذا مره في نفس الفيديو الكوكتيل يا جماعه خلي بالنا من الكوكتيل. الناس اللي هي بتربي كوكتيل، طبعا الكوكتيل ده رقم واحد في السوق. احنا دلوقتي كل حاجه عرض وطلب. الاسترالي بيكون نسبه انتاجه بيكون كويسه جدا. يعني دلوقتي لو لسه واحد داخل في مجال الهوايه، لو جاب دكارين حطهم مع بعض هيلاقي في انتاج، لو جاب نتايتين حطهم مع بعض هيلاقيهم بينتجوا ويبيضوا ويطلعوا وبيشتغلوا. اما الكوكتيل منه برضو يعني نسبه الانتاج بتاعته غير اي طيور تانية. يعني مثلا الاسترالي بيديك 26 في السنه، الكوكتيل هيديك 4. الكوكتيل له مشاكل كتير برضو، يعني زي ما له مميزات له عيوب بالنسبه للانتاج وبالنسبه للتربيه. فالكوكتيل صعب ان هو، او احد المتابعين برضو علالي قال لي ان طبعا الطير لما بيكتر في السوق ان الهواء بتبدا تبخس سعره او بتبدا تنزل سعره. طبعا اي منتج في السوق يا جماعه بيكون كتير لازم سعره هيرخص، ولكن لو في منتج بقى زي ما قلنا واكدنا ان الكوكتيل يا جماعه ناس كتير من اللي هي كانت بتربي كوكتيل خرجت من جو الهوايه. فالفتره ديت طبعا في ارتفاع في اسعار الكوكتيل بشكل كبير. واحنا قلنا برضو بنقول في الفيديو الكوكتيل، وقلنا اكتر من كذا مره الكوكتيل لان مش موجود في السوق، هو الوحيد اللي مش موجود في السوق، وهو اكتر حاجه مطلوبه في التصدير. طبعا الاسترالي انتاجه كويس فعشان كده متواجد في السوق باستمرار ومتواجد في السوق كتير. ومعظم الهوايه المربين اللي هي بتكون مبتدئه او الواحد بيبقى عايز يعمل كمشروع او كهوايه، لما بيجيب له 5 6 جواز بيكون في عنده انتاج كويس فبينزل يبيع في السوق، فبيكون في انتاج اصلا من النوع اللي هو بينتج كويس في السوق. كمثال دلوقتي الكوكتيل ما بينتجش زي الاسترالي، الكوكتيل ما بينتجش زي الاسترالي. طبعا احنا عارفين ان الكوكتيل مطلوب في السوق، مطلوب في التصدير على طول، مطلوب في التصدير على طول. حتى لو هو كان بينتج، يعني حتى لو الكوكتيل بينتج هو مطلوب في التصدير. رقم واحد الكوكتيل يا جماعه ده معروف تماما تماما، رقم واحد الكوكتيل معروف. اما بالنسبه بقى للاسترالي والروز، طبعا الروز برضو يلي الكوكتيل لان الروز برضو انتاجه مش زي الاسترالي. برضو الزبرة انتاجها كويس، ولكن في بعض المربين برضو بتواجه مشاكل في التربيه. حتى لو طير بينتج في ناس كتير بتواجه مشاكل في التربيه، وهنعمل فيديوهات تانية ان شاء الله عن التربيه. في كل فتره كده هننزل فيديو للربح من نوع معين من الطيور حتى لو كان هو رخيص. ولكن برضه عشان ما نخرجش بره موضوع الفيديو النهارده، ان كان السوق فوق الممتاز، السوق كان كويس جدا. كان في حركه لم كويسه جدا على السوق، او كان كمان في ارتفاع في الاسعار. ان النهارده احد المربين النهارده ينزل سوق الجمعه ويقول ان الكوكتيل اللاتيني التاجر يساله يقول له ب 800 جنيه، فده شعار كويس وده هيسمع. شعار مثلا ان ده واحد او مربي او هو ينزل السوق يقول ان طيري ده عامل 800 جنيه كده، ده المربي ده كويس وفاهم، سواء هو كان بيتابعنا او بيتابع اي قناه اخرى. فالحته ال 800 جنيه ديت محدش قالها الا العبد لله. ان هو مثلا لما نزل السوق اسلم ب 800 جنيه 850 ده تسليم له التجار. عملنا تقرير الخميس، اللي ما سمعوش يخش يسمعوا. لما انا قلت 800 جنيه التاجر هيقول لي لا 750. اما لما اقول للتاجر 750 هتلاقي التاجر يقول لي لا انا لامم على 725. هي التجار كده، فن التعامل مع التجار لازم تاخد بالك في التعامل مع التجار. لو بتنزل السوق بالذات ما تستعجلش، ما تسلمش على طول كام حاجه كده ورا بعض، ما تستعجلش، ما تسلمش على طول. اسال على الاسعار الاول، ارفع الاسعار، عزز من طيرك وارفع اسعار طيورك. يعني احنا دلوقتي نزلت السوق مش عارف الاسعار، لا اسال مربي واسال اتنين الكوكتيل النهارده بتلم على كام. مش شرط اسال تجار، لان دلوقتي التجار بقت في السوق اكتر من عدد الهواة والمربيين. يعني ممكن تلاقي 5 6 هواة شباب كده بيلموا لواحد اصلا بيصدر، يعني هم بيلموا لواحد بيصدر. ولكن من كتر الشباب دي ومن كتر التجار في السوق ما بقتش عارف مين اللي بيلم. في ناس كتير النهارده في السوق كانت بالفعل متواجده كتير جدا كتير جدا كتير جدا. يعني انت بيبان بقى على الهاوي اللي هو بينزل يبيع او بيسلم، وبيبان على التاجر اللي هو بيلم. انت اسال اول تاجر واثنين وثلاثه، واسال هاوي واثنين وثلاثه الاسعار ماشيه ايه، الاسعار كام. لان في تجار بتعمل سيطره على الاسعار. لما يكون تاجر نازل بقاله فتره ما نزلش السوق او ما بيسمعش تقارير وبينزل السوق ومعاه مثلا اسعار عفوا ومعاه طيور كوكتيل مثلا، يقوم التاجر واخد منه الطيور. لو في ظل طلبيه زي كده طبعا هو لو سابها هتتاخد، فكل تاجر بيلحق يلم شويه طيور، فيقوم واخد الطيور واخد المربى ده على جنب بعيد عن الناس عشان خاطر يبدا يفصل معاه في الاسعار. ما يكونش ما يبداش يسمع الاسعار، ما فيش هاوي او مربي يقول لا ده الكوكتيل النهارده بتلم على 750، لا ده في ارتفاع في الاسعار. يبدا ياخده على جنب وبعد كده يبدا يبخس له بقى الاسعار ويبدا
يوقعوا في الاسعار. طالما خد الطيور منه وحطها في الشهاده يبدا بقى يكسر في اسعار الطيور. يعني انا كمثال حصل معايا موقف، ولكن عرفت اظبط التاجر ده، وعرفت يعني اخد منه اللي انا عاوزه. كان معايا جوز روز لاتيني كان من فتره الكلام ده، وحطيته ونزلت بالسوق، فتاجر قال لي لا ده ب 450. قلت له لا مش هبيعه اقل من 500، مش هبيعه اقل من 500 جنيه. تاجر تاني طب كام عاوز فيه كام؟ تاجر تاني غيره خالص تماما. قلت له انا عاوز فيه 500 جنيه. لا بيخلص بأربعة 75. طب خمسة الا ربع. قلت له لا مش هينفع والله. طب يا عم طب هاخده ب 480. او اخده من سكت كده، او اخده ب 400. هو قال 480 وخد مني. حطه فين؟ في قلب الشياله. بعد ما حطه في الشياله وقفل عليه، ده عامل كام؟ قلت له والله عامل 500 جنيه. انا قايل لك ان ده عامل 500 جنيه، مش هينفع، لو مش عاوزه هاته طلعه تاني. بعد ما حطه في وسط الطيور برضو انا قلت لك ب 400. قلت له لا انا مش هبيعه اقل من كده. طبعا حتى هو ده عدله، يعني انا ما بضحكش عليه، ولكن هم معظم التجار بتبخس الاسعار للمربيين. فلازم نخلي بالنا الفترة اللي جاية ان هيكون مستقبل الهواية هيكون افضل من كده بكتير في كل انواع الطيور اللي احنا بنربيها، يعني سواء استرالي، روز، كوكتيل، فينيشات. هيكون في خير ان شاء الله الفترة اللي جاية. ويا ريت لو انت بتسمع الفيديو لحد هذه اللحظة ما تبخلش علينا باللايك الجميل والاشتراك بتاعك. وهنكتفي كده بهذا القدر من الفيديو عشان خاطر ما نعيدش الكلام او نطول في مدة الفيديو اكتر من كده، عشان في ناس كتير بتزهق. وتحياتي ليكم ومع الف سلامة.